كأس العالم 1998 ناس كتير شايفاه أجمل مونديال في التاريخ، مهارات، أهداف، نجوم في قمة مستواهم، كل حاجة كانت مثالية، بس الحقيقة البطولة دي كانت غريبة جدا، تنظيم خرافي في فرنسا ونجوم زي زين الدين زيدان ورونالدو الظاهرة عاملين بطولة من كوكب تاني، هدف أسطوري لدينيس بيركامب ولقطة قلبت إنجلترا على ديفيد بيكهام ومنتخب مغمور بيوصل لنص النهائي ويصدم العالم، كل ده كان بيقول إننا قدام بطولة تاريخية، لكن قبل النهائي بساعات حصلت حاجة لحد النهارده ما حدش فاهمها، نجم البطولة بيختفي، البرازيل بتقع وفرنسا بتكسب بسهولة، فهل مونديال 98 كان كامل فعلا ولا احنا كنا بنتفرج على بطولة فيها سر كبير مستخبي؟ في الواقع مونديال فرنسا 98 واحد من أهم المحطات في تاريخ الكورة، عشان هي ما كانتش مجرد منافسة في أرض الملعب لتحديد البطل، لا البطولة دي حولت كرة القدم من رياضة لظاهرة اجتماعية واقتصادية مؤثرة جدا، ولأول مرة في تاريخ كأس العالم بيزيد عدد الفرق المشاركة ل 32 فريق بدل من 24، وبالتالي زيادة عدد المباريات ل 64 مباراة، وده بالظبط اللي استغلته فرنسا أفضل استغلال لما قررت توزع المباريات البطولة على 10 مدن فرنسية مختلفة، وبكده فرنسا مش بتستفيد اقتصاديا بس لكن كمان بتعزز الهوية الوطنية من خلال الرياضة، والحقيقة إن البطولة دي ضمت عدد من النجوم ما يتصدقش، أسامي مجرد ما تفتكرها بس هتحس بالعظمة. في الفيديو ده هنستعيد الذكريات مع بعض ونحاول كمان نحلل سر من اهم واخطر اسرار البطوله واللي لسه لحد دلوقتي مسار جدل في الاوساط الرياضيه. زياده عدد الفرق المشاركه في كاس العالم 98 خلانا نشوف عدد كبير من المنتخبات اللي سجلت مشاركتها الاولى في المونديال زي جامايكا وكرواتيا واليابان وجنوب افريقيا، ومن بدايه دور المجموعات كان واضح انها بطوله مش عاديه، وده بسبب معدل التهديف العالي جدا اللي سجلته البطوله دي في الادوار الاولى. في المجموعه الاولى بدات البرازيل بطل النسخه السابقه والمرشح الاول للقب البطوله بشكل قوي مستقر، لكن المجموعه الحقيقه ما كانتش سهله خصوصا مع تالق منتخبات المغرب والنرويج اللي فضلوا يتنافسوا على بطاقه الصعود ورا البرازيل لحد ما النرويج حسمتها في اخر مباراه بالفوز على البرازيل في مفاجاه كبيره جدا، وقدرت تصعد بخمس نقط ورا البرازيل المتصدر بست نقط. واللي كان ملفت للانظار هو التألق الشديد لنجم البرازيل الأول رونالدو اللي وقتها كان في عزه، أما الأتزوري فقدر يحسم صعوده من بدري كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد سبع نقط بفضل تألق نجم الإنتر كريستيان فيري، لكن اللي كان ملفت في المجموعة دي هو إبداع ثنائي منتخب تشيلي سالاس وزامورانو اللي كانوا من أهم أسباب صعود تشيلي في المركز الثاني برصيد ثلاث نقط بعد ثلاث تعادلات. في المجموعة الثالثة الديوك الفرنسية اللي بتلعب على أرضها وسط جمهورها كانت ماشية بشكل ثابت ومستقر، وقدروا يفوزوا بكل سهولة في الثلاث مباريات ويصعدوا أول مجموعة قبل الدنمارك اللي صعدت في المركز الثاني برصيد اربع نقط. المجموعة دي شهدت مشاركة المنتخب السعودي اللي احتل المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع جنوب افريقيا والخساره من الدنمارك وفرنسا. اما اللي حصل في المجموعه الرابعه كان ضد التوقعات تماما عشان منتخب نيجيريا قدر يحسم المركز الاول برصيد ست نقط وفوز تاريخي على اسبانيا 3-2 بعد هدف ايقوني من الاسطوره ساندي اوليسي. ورغم ان اسبانيا فازت على بلغاريا 6-1 الا ان المنتخب الباراجواي حسم بطاقه الصعود الثانيه بعد الفوز في المباراه الثالثه على النسور النيجيريه، وده اللي خلى رصيده خمس نقط صعد بيهم في المركز الثاني. المجموعه الخامسه كانت ممتعه الحقيقه، هولندا اللي كانت بتضم جيل عظيم واسطوري قدرت تحسم صداره المجموعه بفرق الاهداف بعد ما تعادلت في النقط مع المكسيك اللي كان مرعب بقياده هرنانديز. المجموعه السادسه كانت بتضم مباراه من اهم المباريات في التاريخ وهي مباراه امريكا وايران اللي كان بينهم توتر سياسي كبير ادى للمباراه اهميه كبيره جدا. ايران قدرت تكتب تاريخ جديد بعد ما فازت بالمباراه بنتيجه 2-1، لكن في النهايه العملاق الالماني حسم الصداره بفرق الاهداف عن يوغوسلافيا، وايران خدت امريكا وخرجوا بره المونديال بمشاكلهم السياسيه وحواراتهم مع بعض. المجموعه السابعه وما ادراك ما المجموعه السابعه باحداثها المجنونه، منتخب رومانيا عمل مفاجاه كبيره بعد ما قدر يتصدر مجموعته برصيد سبع نقط على حساب منتخب انجلترا اللي جه في المركز الثاني برصيد ست نقط، وده اللي خلى لعيبه رومانيا كلهم يصبغوا شعرهم باللون الاصفر كنوع من انواع الوطنيه يعني. لكن في اراء كتيره قالت ان ده شتت تفكيرهم بعد ما تعادلوا في المباراه الثالثه وخرجوا بعدها من دور ال 16. اما المجموعه الاخيره فكانت بتضم اكبر مفاجات البطوله بعد تاهل كرواتيا في المركز الثاني برصيد ست نقط ورا الارجنتين المتصدر بتسع نقط. ورغم ان كرواتيا خسرت من الارجنتين اخر مباراه الا ان كان واضح ان المنتخب ده جاي كاس العالم يعمل حاجه، مش مجرد اداء مشرف لمنتخب اول مره يشارك في كاس العالم. دور ال 16 كان مثير جدا وبياكد ان البطوله دي مش عاديه. ايطاليا قدرت تعدي النرويج بنتيجه 1-0 بعد مباراه صعبه جدا كان نجمها الاول واللي احرز الهدف كريستيان فيري. اما البرازيل فكسبت تشيلي بكل سهوله بنتيجه 4-1، واستمر الظاهره رونالدو في تقديم اداء خرافي وقدر يحرز هدفين ساعد بيهم منتخب البرازيل انه يوصل لدور الثمانيه. فرنسا المستضيف قدرت تعدي الباراجواي العنيد بهدف ذهبي بعد مباراه ماراثونيه كان بطلها لوران بلا اللي احرز الهدف في الدقيقه 114 بعد ما خلص الوقت الاصلي بالتعادل السلبي واضطر الفريقين للجوء للوقت الاضافي. وقتها قاعده الهدف الذهبي كانت بتطبق في البطوله دي، والقاعده دي معناها ان اللي يجيب هدف في الوقت الاضافي المباراه بتنتهي وبيفوز باللقاء. اما منتخب نيجيريا اللي بدا البطوله بشكل قوي وقدر يصعد على حساب اسبانيا فخسر بنتيجه تقيله من الدنمارك 4-1 وودع البطوله.
نيجيريا كانت بتضم جيل من أفضل الأجيال في تاريخ نيجيريا، وكان فيها لعيبة مميزة جدا زي المدافع تريباويست بشعره الأخضر المميز، وبابا نجيدا وجربلاوال وسانداي أوليسي دانيال أموكاشي وجيجي أوكوشا وغيرهم. جيل كان مرعب، ولكن للأسف وضع البطولة بشكل لا يتناسب تماما مع قوة وحجم المنتخب ده. أما الماكينات الألمانية فقدرت تحسم مباراتها قدام المكسيك بنتيجة 2-1 بفضل الثنائي الهجومي القاتل كلينسمان واوليفر بيرهوف. منتخب هولندا كمل مشواره بثبات بعد ما تخطى يوغوسلافيا بنتيجه 2-1 عن طريق الممتع دينيس بيركامب والمقاتل ادجار ديفيد. اما الحصان الاسود للبطوله منتخب كرواتيا قدر يتخطى رومانيا بنتيجه 1-0 عن طريق نجم كرواتيا المتالق واللي اصبح هداف كاس العالم بعد كده دافور شوكير. ونروح لاهم مباراه في دور ال 16 وهي مباراه انجلترا والارجنتين. والحقيقه ان المباراه دي ليها طابع خاص، مش بس عشان الحرب اللي كانت بين البلدين، لكن كمان عشان الانجليز طول الوقت حاسين انهم خرجوا من كاس العالم 86 بخطا تحكيمي فادح لما قدر مارادونا انه يحرز هدف بايده. خطا شافه كل اللي في الاستاد وكل اللي اتفرج على المباراه من التلفزيونات الا حكم المباراه الوحيد اللي ما شافها. لكن المباراه دي ما كانتش اقل اثاره من مباراه 86، عشان بعد ما الارجنتين قدرت تتقدم بالهدف الاول عن طريق باتي جول من ضربه جزاء في الدقيقه 6، رد الان شيرر بنفس الطريقه بعد 4 دقائق وبس. في الدقيقه 16 بيقدم مايكل اوين واحد من اجمل اهداف المونديال لما بياخد الكره من نص الملعب تقريبا ويراوغ 2 لعيبه من الارجنتين ويحط الكره في الشبكه بكل سهوله وشياكه. وقبل نهايه الشوط الاول قدر خافير زانيتي انه يحرز هدف التعادل عشان ينتهي الشوط بنتيجه 2-2. وفي الشوط الثاني حصلت واحده من اكتر اللقطات اثاره للجدل في تاريخ البطوله، كره مشتركه بين ديفيد بيكهام ودييجو سيميوني في نص الملعب ملهاش اي 30 لازمه، وبعدها الموضوع بيتطور لاحتكاك عشان يضرب بيكهام سيميوني برجله ويجبر الحكم كيم ميلتون نيلسون على اشهار البطاقه الحمراء لنجم مانشستر يونايتد، وتلعب انجلترا ب 10 لعيبه باقي المباراه. بعدها بتروح المباراه لوقت اضافي ثم ضربات جزاء وبينجح منتخب الارجنتين في النهايه بالفوز. الصحافه الانجليزيه هاجمت بيكهام بشده واعتبروه السبب الاساسي في خروج المنتخب بسبب التصرف المتهور، لدرجه ان الديلي ميل خرجت بعدها بعنوان صعب جدا: 10 اسود ابطال وصبي واحد احمق. والحقيقه ان ده كان بيوصف الشعور تجاه بيكهام من الجمهور الانجليزي والصحافه وكمان زمايله نفسهم في المنتخب اللي كانوا متضايقين جدا من تصرف بيكهام الغير مبرر وعدم تحمله المسؤوليه. لكن خد بالك عزيزي المشاهد، انت بتتكلم على لاعب لسه عمره 23 سنه، يعني ما كانش عنده من الخبره اللي يخليه يتحكم في اعصابه. والحقيقه ان دور الثمانيه ما قلش اثاره ابدا عن دور ال 16. هو اصلا بدا بمباراه صعبه بين ايطاليا المتالقه وفرنسا صاحبه الارض والجمهور اللي ماشيه بخطى ثابته وواثقه ناحيه اللقب. انتهت المباراه في الوقت الاصلي بنتيجه 0-0 عشان تفوز فرنسا في النهايه بركلات الترجيح بنتيجه 4-3 وتحجز اول مقعد في المربع الذهبي. اما البرازيل المرشح الاول للقب فقدر يفوز بصعوبه شديده على منتخب الدنمارك العنيد بنتيجه 3-2 فضل تالق ريفالدو اللي احرز الهدفين الثاني والثالث بعد ما تقدم بيبيتو بالهدف الاول. ونروح لواحده من المباريات الاسطوريه في تاريخ المونديال، الارجنتين وهولندا، مباراه من امتع المباريات اللي ممكن تشوفها. هولندا قدرت تتقدم بفضل المهاجم الاسطوري باتريك كليفرت بعد 12 دقيقه بس، لكن الارجنتين الحقيقه ما استنتش كتير وبعد 5 دقائق بس احرزت هدف التعادل عن طريق كلاوديو لوبيز قبل ما بيركام يرسم لوحه فنيه ويجيب هدف من احلى واجمل وامتع الاهداف في تاريخ المونديال. كره طويله بيستلمها بيركام بشكل مثالي قبل ما يحط روبرت ايالا في ظرف مكتوب عليه مع تحياتي ويبعته لبيونس ايرس، بعدها يحط وش رجله في الكوره تروح في الزاويه البعيده. هدف الحقيقه مهما تتفرج عليه مش هتشبع من حلاوته عشان تبقى هولندا ثالث المتاهلين للمربع الذهبي. اما اللي حصل في المباراه الرابعه بقى ما حدش كان متوقعه تماما. منتخب كرواتيا اللي اول مره يشارك في المونديال قدر يفوز بنتيجه كبيره على المانيا اللي كانت واحد من المرشحين للقب. الكروات قدروا يكسبوا 3-0 ويقدموا مباراه اسطوريه سيطروا فيها تماما على اللقاء بفضل المتالقين روبرت يارني ودافور شوكير، وتبقى كرواتيا اخر المتاهلين للمربع الذهبي عشان تقابل منتخب فرنسا وتعمل مباراه اسطوريه كانت قريبه جدا من التاهل على حساب فرنسا صاحبه الارض والجمهور بعد ما تقدمت بالهدف الاول في بدايه الشوط الثاني عن طريق دافور شوكير برضه، الا ان المدافع ليليان تورام كان له راي تاني بعد ما قدر يحرز هدف التعادل بعد دقيقه واحده بس من تقدم الكروات ويرجع في الدقيقه 69 ويحرز الهدف الثاني وهدف الصعود عشان يخوض فرنسا للمباراه النهائيه. اما المباراه الثانيه فما كانتش اقل صعوبه واثاره من المباراه دي، البرازيل وهولندا في مباراه من اقوى المباريات على المستوى الفني. تقدر البرازيل انها تتقدم عن طريق رونالدو بالهدف الاول في اول الشوط الثاني، لكن قبل نهايه اللقاء بثلاث دقائق تحرز هولندا هدف التعادل عن طريق باتريك كوليفرت عشان يروح اللقاء لركلات الترجيح وتصعد البرازيل بنتيجه 4-2. اما في مباراه تحديد المركز الثالث بتعمل كرواتيا مفاجاه كبيره وتفوز بالميداليه البرونزيه على حساب هولندا بعد ما قدرت تكسب بنتيجه 2-1. وتعالى بقى نروح للمباراه النهائيه اللي بدات احداثها الغريبه بدري ومن قبل المباراه نفسها. فرنسا اللي محدش كان متوقع لها انها تكمل للمرحله دي قدرت توصل للمباراه النهائيه عن جداره واستحقاق بعد ما عملت مشوار كبير خلال البطوله مستغل عامل الارض والجمهور وبفضل نجومها الكبار زي زيدان وهنري لوران بلا ديساييه تورام وتريزيجيه وغيرهم. اما البرازيل فرغم خسارتها في مباراه من دور المجموعات الا انها فضلت المرشح الاول للقب، خصوصا انهم بيمتلكوا اسامي مرعبه زي ريفالدو بيبيتو سامبايو روبرتو كارلوس ودونجا، والاهم بقى على الاطلاق اللي كل الامال متعلقه عليه هو لويس نازاريو دي ليما الشهير برونالدو.
12 يوليو 98 يوم المباراة النهائية الساعة 2 الظهر، بينزل رونالدو عشان يتغدى مع زميله روبرتو كارلوس، لكن بعدها بساعتين بس بيدخل رونالدو في حالة عصبية سببت له تشنجات شديدة عشان يتدخل زمايله بسرعة جدا ويمنعوه من بلع لسانه أو عضه. بعدها بساعة وفي تمام الساعة 5 بيفوق رونالدو وهو مش فاكر أي حاجة ووعيه غير مستقر تماما عشان يتنقل بسرعة للمستشفى. أما بعدها بحوالي 3 ساعات بيعلن منتخب البرازيل تشكيل المباراة النهائية قبل نص ساعة من بداية اللقاء، وطبعا اسم رونالدو مش في التشكيل. بس قبل انطلاق المباراة بثواني بيعدل المنتخب البرازيلي التشكيل عشان يرجع رونالدو تاني للتشكيل الأساسي. وهنا بقى اختلفت الأقاويل والآراء والأبحاث في اللي حصل. الدكتور الإيطالي برونو كارو بيقول إن اللي حصل لرونالدو ما كانش نوبة صرع، وإنه كان توقف مؤقت لعضلة القلب اتسببت في خفض ضربات القلب ل 18 ضربة في الدقيقة، وده اللي عمل له تشنجات. لكن تشخيص رونالدو اللحظي كان نوبة صرع، وده اللي خلى الدكاترة يدوا له دواء مهدئ قوي للصرع، وده بيقلل من النشاط الدماغي. طبعا ده ممكن يكون تفسير لحالة رونالدو اللي ظهر عليها في المباراة. الدواء ده كان مخلي رونالدو غير متزن وكأنه شارب مخدرات مثلا. لكن الرأي المرعب أثارته تحقيقات في البرلمان البرازيلي لما اتهموا شركة نايكي الراعي الرسمي للمنتخب في الوقت ده إنه ضغط على البرازيل عشان رونالدو يشارك لأسباب تسويقية. رونالدو نفى ده قدام البرلمان بعد كده وقال إن المشاركة جت بناء على رغبته القوية اللي جت من دافع وطني كبير. بدأت المباراة وكسب منتخب فرنسا بنتيجة 3-0 بفضل تألق زين الدين زيدان اللي بدأت انطلاقته الحقيقية من المباراة دي. زيدان اتحول من لاعب مهاري ومهم في المنتخب لأهم لاعب في العالم. مباراة مهدت الطريق لزيدان لعمل مسيرة أسطورية في الكورة، وفي الواقع إن فوز فرنسا بالكاس بقى رمز من رموز التعددية الفكرية والثقافية، وده عشان ضم المنتخب للاعيبة من أصول متنوعة جزائري غاني سنغالي كاميروني وغيرهم. مونديال فرنسا 98 هيفضل في ذاكرة كل اللي اتفرج عليه، وهيفضل في رأينا انه افضل وامتع مونديال في تاريخ الكوره. ورأينا دي انا بتكلم على جيل الميلينيوم اللي معظمنا منه. لو كملت معايا للنهايه فانا عايز اشكرك شكر خاص وبتاسف على اي تقصير. لو عجبك الفيديو او النوع ده من المحتوى اعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس وقول لي في كومنت ايه ذكرياتك مع المونديال ده ومين اكتر النجوم اللي بتفتكرها وافضل المباريات من وجهه نظرك. شكرا واشوفكم على خير.